السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم في مطبخ وفاء. وصفة اليوم الشوكولاتة اللي احنا بنحطها في حشوة العوجة. هعملها بالكاكاو الخام والقرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا هستخدم 3 ملاعق كبيرة كاكاو، الملعقة ممسوحة. هنخلها عشان ما يضلش فيها أي تكتلات. لما أجي أحركها تدوب معايا بكل سهولة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. دائما بنجدد إيماننا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وحنزل 1.5 قرفة من نفس الملعقة. وحنزل 4 ملاعق سكر. السكر لما احنا نعملها بندوقها. لو بدها سكر كمان حطوا لها السكر، حركوه بدوب. حنزل 1.5 حليب ناشف، 2 طحين، 2 طحين، قدر ملعقة صغيرة بيكنج باودر، يعني تكون ممسوحة، ما تكتروش بيكنج باودر علشان أنا حطيت بيكنج باودر علشان حطيت الطحين. حنزل قليل من المية، يعني هحط المية قليل وأبدأ أحرك فيها لأنه فيها سكر. مع التحريك حيدوب السكر وحتعطي الحشوة طراوة. وحنزل 1 ملعقة سمنة، والسمنة كمان بتعطي الحشوة طراوة. بس لازم نحركها، يعني ما نستعجلش وإحنا بنحط المية. يعني شايفين كيف؟ بالملعقة بحط قدر نص ملعقة وحضلني أحرك فيها علشان أنا بدي يكون قوامها جامد. لما أحطها بالحشوة العوجة ما تطلعش لبرا. صراحة طعم الحشوة اللي أنا عملتها كتير بتشبه اللي برا، يعني كأني أنا شارياها من برا وناجحة. وكمان الحشوة اللي بالبسكوت ناجحة، بس يعني ناجحة وطعمها كان طيب كتير، بس بكون طعم البسكوت معطيها حلاوة. يعني هذه بتكون يعني كتير متشابه اللي احنا بنشتريها من برا. شايفين كيف القوام معايا؟ لازم يكون جامد. وهيك صارت معايا جاهزة. ان شاء الله يا رب تكون وصفتي عجبتكم. ان شاء الله لا تنسوا اللايك والشير، ودمتم في رعاية الله.